يا ترى حد يعرف ايه هي طبخة الست على فرشتها؟ هي اسهل طريقة لعمل الملوخية وهي الشلولو، اكلة بيرجع تاريخها لاكتر من 5000 سنة ولسه موجودة لحد دلوقتي في صعيد مصر. بس قبل ما نكون بنعمل الشلولو ونتفنن بعد كده في صنع الملوخية ليها تاريخ كبير مع المصريين. تعالوا نعرف ايه حكاية الملوخية مع المصريين. المصريين القدماء عرفوا نبات الملوخية بس ما كانوش بياكلوه لاعتقادهم ان هو نبات سام، وكانوا بيسموه خية. لكن لما جه الهكسوس ودخل مصر قرروا ان هم يتخلصوا من المصريين ويذلوهم، عشان كده كانوا بياكلوا المصريين الخية وكانوا بيقولوا له بلو خية، يعني كلوا الخية او النبات السام. بس الهكسوس اتفاجئ لان المصريين ما باتوش لما اكلوا نبات الخية، واستعجبوا اكتر لما لقوا ان نبات الخية او الملوخية عجبت المصريين جدا وابتدوا يتفننوا في صناعتها. اما بقى في العصر الفاطمي فبنلاقي ان الخليفة المعز لدين الله الفاطمي كان بيعاني بعض الاحيان من مغص شديد في معدته، وساعتها الاطباء وصفوا له نبات الخية على اساس ان هو ياكله فيريح معدته. المفاجأة ان الخليفة اعجب جدا بنبات الخية وخلاه مقتصر بس على الملوك والامراء، وتحول اسمها الى ملوكية. أما بقى في عهد الحاكم بأمر الله فطلع قرار غريب جدا، وهو إن أي حد هيزرع الملوخية أو يطبخها أو ياكلها هيتقتل. ما ينفعش نكون بنتكلم عن الملوخية وما نقولش سر نجاح الملوخية وهي شهقة الملوخية. القصة بترجع لأن الحاكم كان جعان جدا وكان عايز ياكل ملوخية، فبعت السياف للطباخ يستعجله. لما الطباخ شاف السياف اتخض وفكر ان رقبته هتطير، فساعتها شهق في الملوخيه وارتبطت شهقه الملوخيه بصناعه الملوخيه وسر نجاح. بعد ما المصريين دقوا نبات الخيه وعجبهم جدا فابتدى يتفننوا في صناعته. فأول طريقة عملوها هي كانت الشلولة، وهو بيتم تجفيف نبات الملوخية وبتتعمل ببصل وطماطم وبتتاكل نية، وهي من الأكلات السهلة والسريعة، عشان كده بنسميها أكلة الست على فرشتها. وزي عادة أي حاجة بيحصل لها تطور، طبعا الصناعات بتاعت الملوخية اتطورت كتير، فبقى عندنا ملوخية بالجمبري، ملوخية باللحمة، ملوخية بالفراخ، وبقت الملوخية من الأطباق الأساسية اللي بتتصدر دايما قائمة رمضان جنب المحشي في أول يوم رمضان. بس السر اللي أنا نفسي أعرفه وأفهمه هو ارتباطها بالأرانب.